مشمرون إلى الجنة. الموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه، لذا كان لا بد من الاستعداد. قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. لو تعلم بأحوال أهل القبور، كم من الموتى في قبورهم يتحسرون، وكم منهم من يسأل الرجعة فلا يقدرون. أما قال الله: حيل بينهم وبين ما يشتهون. ما قيمة الحياة؟ ما قيمة الحياة إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقائه؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. فليتك تقف على القبر وتذكر أقرانك الذين مضوا قبلك. تأمل أحوالهم تحت التراب، كيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف ترملت نساؤهم، وتيتمت أولادهم من بعدهم، وقسمت أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم، وانقطعت آثارهم، وأنت على هذا الطريق تسير. والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. فإن أردت حسن الختام فالزم الاستقامة، واعلم أنها أعظم الكرامة. وإياك والتسويف وطول الأمل، فوالله أكثر بكاء أهل النار من سوف ولعل وعسى. اعلم بارك الله فيك أن كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت، فلا خيار لك، ستموت شئت أم أبيت. قال الحسن: فاتق الله يا ابن آدم، لا تجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت والندامة. فيا لها من ساعة لا تشبهها ساعة يتألم فيها أهل التقى، فكيف بأهل الإضاعة؟ قال عبد الله بن العيزار: لا بد لابن آدم من بيتين: بيت على ظهر الأرض، وبيت في بطن الأرض. فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه وزينه، وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتائه. ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه ودمره. فأتى عليه آتي فقال: أرأيت هذا البيت الذي أراك قد أصلحته؟ كم تقيم فيه؟ كم ستقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: فهذا الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال: هنا مقامي. فقال: تقر بهذا وتدعي أنك عاقل؟ والله لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية، خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. لو كان بالقلوب حياة، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أفق من سكرتك قبل حسرتك، وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب، وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب. وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب، فالسائق حديث والحادي مجد والموت طالب. اسألوا المقابر عن سكانها، واسألوا اللحود عن أهلها. هل بعد الشباب إلا الهرم؟ وهل بعد الصحة إلا السقم؟